هذه ليست لها أصل، هي الآن تعرف في ما يسمون بالجهمية، وهم في الحقيقة في باب الإيمان جهمية، هم الذين كانوا السلف يبدعونهم ويضللونهم ويحذرون منهم ومن شرهم. لكن اتباع السلف هذا واجب بالإجماع، لا يختلف فيها العلماء اتباع السلف، لكن هؤلاء ليسوا من السلف في شيء، لأن هؤلاء يحملون الغلظة والشدة على العلماء والرحمة على أعداء الدين، وهم يشتغلون الآن بتبرير الجرائم الموجودة في المجتمع، تبرير الكفر والردة ونواقض الإسلام، هذا ديدنهم. والواحد منهم قد لا يحسن قراءة الآية من القرآن إذا أراد ينطقها لا يحسن نطقه، ومع ذلك تراه يكابر في إمامة الأئمة ووصل الطعن إلى ابن حجر والنووي وعز بن عبد السلام ويلقبونهم بألفاظ نستقبح ذكرها في هذا المقام. تبغانا يعني نقول النووي ما عنده أغلاط ونقول لك سلفي؟ كذاب الذي يقول لك النووي سلفي، والله كذاب حتى يموت كائنا من كان. أشعري جل من أول كتابه في مسلم إلى آخره، وشرحه موجود. وقد اعتذر ابن عبد البر لأبي حنيفة، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا إن أبا حنيفة إذا تكلم إن أبا حنيفة وأمثاله إذا تكلموا بالرأي فإنما يتكلمون بالرأي فيما لا حديث، فيما لم يقفوا فيه على حديث. وهذا الاعتذار يبعد والله أعلم، لأنه لو كان كذلك لما شن عليهم أئمة السنة، ومما ينبغي أن ينتبه إليه. لا يصح أن نبرئ جناب أبي حنيفة وأهل الرأي في مقابل أن نطعن في أئمة. نحن لا نكفر الأشاعرة، نحن على طريقة علماء السنة، نحن لا نكفر الأشاعرة، حتى علماء لا نكفرهم، لا نكفرهم أخي، هم مسلمون لهم أخطاء نعم، ولكن لا نكفرهم. هم أخطاءهم في التوحيد صحيح؟ في التأويلات، عندهم تأويلات، لأن إيش العلماء ذكروا قبل التكفير في تأويلات. الشيخ الإسلام ابن تيمية عنده كتاب جميل اسمه رفع الملام عن أئمة الأعلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام كتاب جميل يذكر لماذا بعض العلماء الأفاضل خالفوا الدليل. لم يخالفوا الدليل أنهم يريدون مخالفة الدليل، لأن ربما عنده حديث ضعيف أو فهم آية على غير طريقة صحيحة، نعم، فنحن لا نكفر هؤلاء العلماء، لكن مبتدعة. ألا يعتبر هذا خطأ كبير يعني في الإسلام، أنك تؤول الأحاديث أو الآيات على حسب هواك أو على حسب ما لا، هذا بارك الله فيك، وما نقول على حسب الهوى. الذي يقول قال الحافظ ابن حجر قالوا مبتدع، يسألك هل ابن حجر مبتدع أو ليس مبتدع؟ تقول ما أقول مبتدع، أقول أشعري، عنده أشعرية. النووي إيش فيه؟ أقول عنده أشعرية. بين. يقول لا أقول مبتدع، بس ما أقول، ما هو يلزمني هذا، ما يلزمني شرعا أن أقول هذا. السلف كثير ما يترجمون لبعض المبتدع ولا يقول مبتدع ولا يقول قدري ولا يقول رافض، كان يترجم له ويمشي. فما يلزمني أن أقول فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع فلان، يلزمني أبين بدع، وإذا بدعة في كتاب أحذر منها. فأنا أقول الآن إن ابن حجر درس المنهج السلفي وعرفه ولم يستطع أن يصدع به، ولا شك أن عليه مسؤولية فيما سجله في كتابه فتح الباري من أمور وعقائد الأشاعرة، الله يتولاه.